وصلنا يا جدعان دلوقتي دريم بارك. لا 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 تلعب ايه جوه دريم بارك؟ مش جامده. جولة أكل في دريم بارك. بس مش لاقيين اللعبة الكبيرة. نبدأ يا جدعان بالصاروخ ده. طب يا جدعان هو احنا لازم ندفع من هنا، اللعبة هنا بس انت بتدفع هنا. التيكت اهي يا جدعان. جاهز؟ انا جاهز. لا بس بص هي امسك تليفونك بس يا اسطى حتى لو وقع بقى اعمل ايه يا اسطى؟ يا دين امي. اوف تحفه جامده موت. رجلي مش حاسس بيها الصراحه. عالمي. لا مبسوط جدا. عامل ايه؟ هي الرميه الاخيره. ايوه اللي بعده خش دي. الصاروخ كانت ب50 جنيه، وبعد ما خلصناها كان لازم نجرب قطر موت، وبرضه قطر موت ب50 جنيه، بس لازم تخلي بالك عشان فعلا صعبة. الصاروخ كان صعب، دلوقتي رايحين قطر موت. ودلوقتي جه أصعب لعبة في دريم بارك، ولما بتحبش المرتفعات اوعى تلعبها. عايزين انا جاهز، انت جاهز؟ دي بالنسبة لي أصعب لعبة. لا احنا كده فوق بهبل يا اسطى. لا 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 لا. حاضر. ربنا يسامحك. لا 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 احنا كبرنا لسه على الحاجات دي الصراحه. احنا كبرنا على الحاجات ده بجد تحفه. وبعد ما خلصنا قطر الموت والصاروخ كان لازم نروح ناكل، بس الأول كان لازم نشوف بيت الزواحف وجنينة الحيوانات. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده 50 جنيه برضه. كل لعبة كبيرة بتلعبها بيبقى قدامها شباك التذاكر، واللعبة دي برضه ب50 جنيه. بقول لك ايه، شكلها مرعب وشكلها لا في نفس الوقت. مش عارف جاهز يا عمر؟ لا ولا انا؟ بقول لك ايه البتاع دي تمام؟ الوسط عادي؟ الوسط عادي. ماشي. دي برضه من أصعب اللعب اللي أنت ممكن تلعبها هناك. ده حوار ده يا عمر. اوف اللعبة دي بالذات بتبتدي خفيفة، بعد كده بتبقى صعبة جدا. لا مش جامدة. لا 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 ده حوار ده. بس دي اللعبة اللي كان لازم نلعبها دلوقتي، دي ببلاش. كنا لازم نجرب آخر لعبة قبل ما نبتدي نتحرك ونشوف هناكل إيه. بعد كده نروح نجرب جولة أكل. اللعبة دي من غير فلوس خالص، دي شاملة التذكرة ب 300 جنيه اللي بتدفعها بره. بتدوخ. هل دريم بارك فعلا أحسن أكل في مصر؟ يلا بينا نجرب. وب50 جنيه بس تخش جنينة الحيوانات تشوف ضباع وأسود وقرود وغزال وتعابين وأناكوندا ونسر. سنة صغيرة. بص في كام زنزانة، 1 2 3 4 5 6. بيعملوا ايه اكل هنا وبكام؟ يلا بينا نجرب. دلوقتي يا جدعان وصلنا لأول مكان وهو كينج بارك. سندوتش 110 نفس الشكل نفس الموضوع. يحط قطعة الفراخ الأول، بعد كده رش توابل، بعد كده يحط صوص، بعد كده صوص تاني، بعد كده رش الجبنة، بعد كده يحط العيش ورش الجبنة تاني. 110 بس. سندوتش كبير جدا. وده المنيو لو حابب توقف وتشوفه. ده السندوتش يا جدعان. طب يا جدعان احنا هنبدأ حجمه ضخم، مش عارف نعض الفراخ الأول لوحدها. الفراخ حقيقية جوسي، مش بانيه، مش ناجتس، قصدي فراخ فعلا حقيقية. صدر كبير جدا والتتبيلة مختلفة، بس تحس انه اكل بيتي طعمه جميل. كبير جدا وحلو جدا بالنسبة لسعره، بس عجبني وش اتلغوص. ده كان أول مكان، ولازم تعرفوا إن في رقابة شديدة جدا عشان الأطفال، فلازم الأكل يبقى بجودة حلوة، فلازم نكمل ونشوف هناكل فين. يلا بينا. تاني حاجة يا جدعان هنجربها وهي نسلة. يا جدعان دلوقتي نسلة، ونجرب دلوقتي السلاش ونشوف توت أزرق وتوت أحمر أنهي طعمه أحلى. واحد ايه بقى على ذوقك. ميكس. هو ايه اللي موجود؟
دلوقتي يا جدعان جبنا السلاش من عنده، عمل لنا ميكس بيريز زي ما انت ما شايف، فخلينا ندوق كده نشوف شكله عامل ازاي. حسيت بطعم الطفوله للحظه. ناخد من الاحمر بقى. سلام، في الحر ده جامد جدا الصراحه، بالنسبه لي احلى من البيبسي. 35 جنيه طعمه تحفه. بعد كده كان لازم نطلع نجرب المكان التاني وهو ستورم شيبس. اول حاجه بيحط البطاطس، وملاحظين ان الزيت فعلا نضيف وبيتغير دايما عشان الاطفال زي ما قلنا. بعد كده بوم يحط التتبيله بتاعه البطاطس، بعد كده يحط لك كل البطاطس ديت في الكونو. بعد كده يجي على الصوصات اللي هو بيحطها، يحط كتير، يحط نوعين صوصز، كده يرجع يحط البطاطس تاني، بعد كده يحط صوصز تاني من فوق، وانت اللي بتختار يحط قد ايه ويحط نوع ايه من الصوصات، وبوم كده تبقى جاهزه للاكل. هو ده الشكل النهائي بتاعها. البطاطس شكلها طالعه جولدن بجد الصراحه. تحفه. كده طعمه بان جدا، حلوه جدا. الرانش مع الجبنه مع البطاطس طعمه نضيف بجد. البطاطس ده جميل جدا بصراحه. عن نفسي لو اكلته ممكن يلكمني برضه مع عصير، بس لو هتخيروني اكل ده ولا البطاطس قولوا انتوا انهي احلى، تاكلوا دوت ب 90 او ب 80، ولا تاكلوا الساندوتش ب 120؟ اختاروا. بعد كده الراجل صمم ان احنا ندوق البطاطس ديت قبل ما نمشي. دي بكام دي بقى؟ بيحط التتبيله وبيحط الصوصات وبكده تبقى جاهزه بسرعه. يا جدعان هو عنده 3 اسعار، عنده 30 40 50. شيبسي واو، واحد يرجع طفل تاني حرفيا. حكايه الصوصات جامده تحفه. 30 جنيه الصراحه، طعمها جميل جدا، جميله تحفه. ودلوقتي كان لازم نطلع المكان اللي بعده. وصلنا عند الفريش اللي بيعمل وجبات جامده جدا واسعاره جنون. فاكر الوجبه بكام وشكلها عامل ازاي؟ فكان لازم نشوف هناكل ايه، وده المنيو لو حابب تبص بصه. ربع فرخه، رز بسمتي، بطاطس فرايز، سلطه، طحينه. دي وجبه 130 جنيه وشكلها حلو جدا. طعم الشوي والفحم فيها الصراحه جميله جدا. حط دي رقم واحد. سخنه قوي بس طعمها جميل يا جدعان. رز بقى، رز بسمتي، التوابل باينه فيه، حلو جدا. مش اللي هو الرز اللي انت لا انا مش عايز اكله، لا الرز بصراحه جميل تاكل. بس وجبه الصراحه جميله جدا. طب لو عايز تدفع اقل، مش عايز سندوتش الشاورما 35 جنيه. بص عامل ازاي من جوه، شكله جميل جدا. بص عامل ازاي سخن وقطعه جميله جدا. ده جريل عموما 50. لو عايز معاه بطاطس وحاجه ساعه بيبقى 85. دوق بقى. تحفه. ممتاز. اكل دريم بارك ارخص من الشارع المصري عموما. لما تيجي تبص فوق اسمه انجوي. انت هتحط ايه بس كده عشان ابقى فاهم؟ ده ليمون نعناع. بيجهز لنا يا جدعان حاجه قويه. خلينا نشوف هيجهز لنا ايه. ده ميه ساقعه. انا وانا باكل الناس اقترحت عليا اجيب المكان دوت عشان هو بيعمل حاجات فريشات كده ومصحصحات. ماشي. بالنعناع الفريش دي حاجه جامده. يضرب النعناع. اوعى تكون متسوق بسجل. زي ما انتم ما شفتوا يعمل ايقونه بجد. كل الناس تشرب ليمون نعناع، بس ده ليمون نعناع مختلف. شفتوا الخطوات عامله ازاي؟ والتركايه حط لقطه من سلاش ليمون نعناع سلاش، ففي لمسه كده تحفه. خلينا كده ناخد بق فريش كده بعد ما تقعد تلعب وتتجنن وتتحرك. يخرب بيته تحفه يا جدعان. نصيحتي تعالى اشرب ليمون نعناع من انجوي اول ما تتحرك. موضوع جميل جدا مش اعلان.